بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، لاحظت في الأيام الأخيرة تراجع أداء الصحافة المغربية، وأخص بالذكر الصحافة الإلكترونيكية، لأن الصحافة الورقية لم نكن نعتمد عليها في يوم من الأيام، بل الصحافة الورقية مثلها مثل التلفزة المغربية، صحافة ميتة لا مصداقية لها. ولهذا فأنا أقوم بتوجيه نداء إلى حركة 20 فبراير، إلى جميع من يملك قناة اليوتيوب، وسميت هذا النداء بتحالف أصحاب اليوتيوب المغاربة، أو تحالف أصحاب الحقوق المغاربة اليوتيوبيين. ما معنى هذا التحالف؟ التحالف هو تكوين شبكة للصداقة عبر اليوتيوب، كما هو الشأن بالنسبة لفيسبوك، لكن فيسبوك مع مرور الأيام المواضيع تنزل إلى الأسفل ومن الصعب رؤيتها. فالفيسبوك للمستجدات، لكن اليوتيوب للتوثيق وللتأريخ. لهذا أوجه هذا النداء لكل الناس الذين يملكون قنوات اليوتيوب ويتضامنون مع حركة 20 فبراير، أو يتضامنون مع الناس المنسيين في الكريانات وفي الجبال. أنا ضد فكرة العنصرية القبلية، هذا أمازيغي هذا عربي. أنا مع فكرة المواطنة، أي إنسان هو مواطن. ولو أنني أعيش في مدينة الدار البيضاء، فأنا أتضامن مع ذلك الشخص الذي يسكن في قمة جبل طوقال أو في جبال سوس أو في مراكش. أولئك الناس الذين ليس لديهم موارد ولا بنية تحتية ولا أي شيء. هذا النداء أرجو أن تسمعوه وأن توزعوه وتبدأوا بتطبيقه. هذا النداء كنت قد وجهته إلى كتعليق صغير في صفحة صحفيون بلا قيود، وقالوا لي مرحبا بتحالف أصحاب اليوتيوب. لأننا إذا اعتمدنا على الصحافة، الصحفيون مقيدون، وهسبريس ولكم وهاد الجرائد الإلكترونيكية عندها موقع قانوني وكتخلص وكذا وكذا. فمن الصعب عليهم أن ينشروا كل شيء، لا بد من الانتقاء. كما أن هناك جرائد عاملة، هي ليست جرائد، هي كما يسمونها جرائد ويسمونها مجلات، ولكنها هي كصفحة الفيسبوك. لكن من عنده نقود ومن عنده تجربة ومن عنده الوقت يمكن أن يفتح جريدة. وتجد في الخبر فتاة عارية ويقولون أبي أجبرني على الفساد، أو تقول مغنية الممثل الفلاني والفلان الفلاني عرضوا علي علاقة خارج الزواج. واش هذا خبر؟ اش غندير بهذا الخبر؟ أنا هذا صدع لي راسي. أنا إلا طلب منك علاقة خارج الزواج قولي لي لا والله يعاون، لا تجي تقول لي حنا تبرزنا راسنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.